Azul fell-awen, j'espère que vous allez bien. Amis تتسيلم دونك ساكني وساعدر ذاك ناقي شوف نتجرى دونك ديسيدي هاد تخدم une vidéo ذاك كي تجرى جي une belle journée et tout l'herbe ذاك في مازال في النار. Voilà. دونك اساقي غادي نهضر أفضل الروايات الرومانسية التي قرأتها. هذه الروايات راح نتكلم عليها بشكل شخصي ومحض، ليس بشكل رأي شخصي. بدون إطالة راح نتكلم باللغة العربية اليوم. قلتهم باللغة العربية بدون إطالة. الرواية الأولى اللي هي رواية أحببتك أكثر مما ينبغي لأثير عبد الله. هذه الرواية التي تتكلم عن علاقة حب كبيرة لكن غير مستقرة بين جمان وعزيز، بين جمان التي تسامح والتي تكافح والتي تضحي وتضحي وتضحي، وبين عزيز الذي لا يستطيع أن يترك خلفه عادته السيئة ليجد نفسه في علاقة، أو ليجدوا أنفسهما في سنين بين علاقة on off شد ومد. دونك هذه هي الرواية اللي حبيت نقولها. هذه الرواية صدرت في عام 2017 على ما أظن. أنا قريتها في 2017. كانت الرواية شدتني بزاف 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 ليها. علاش؟ لاني نشوف في جمانة ذيك الانسانه اللي عندها بزاف كيفاش نقولوا ماشي الحسنات اللي قدرك شغل لي كاليتي لي بون كاليتي، وين قدرت تسامح رغم كل الالم ورغم كل قدرت تسامح، قدرت تشد في هاد العلاقة. هذه الرواية لديها جزء ثاني. أين هذا الجزء الثاني اللي هو فلتغفري. الرواية أحببتك أكثر مما ينبغي، أحببتني أقل مما أستحق. هذه الرواية هذيك الطفلة اللي تهدر، هذيك الطفلة اللي تحكي، هذيك الطفلة اللي تقول، هذيك الطفلة هي جمانة اللي تهدر. بصح فلتغفري عزيز اللي ريبوندي على شاك مومون، على شاك تعليق، على شاك كومونتير درتو جمانة في الكتاب. بصح نفس الكاتبة اللي أثير عبد الله. نورمالمون فلتغفري خرج في 2018. هادو زوج روايات قريتهم شحال من مرة ونقراهم توجور كيف نقرا أحببتك أكثر مما ينبغي، بعد ديريكتومون نروح في التغفيري. دونك تسيوكا كما يقولوا. دونك زوج في زوج هذوما نكونسيي بزاف اللي يحب يقرا الروايات الرومانسيه، نكونسيي به يقراهم باسكو سي فريمون انتاكت. الروايه الثالثه اللي هي روايه انت لمنى المرشود. هذه روايه عن قصه حب ملحميه عبر الزمن. ماشي شغل كنقول عبر الزمن معناته عبر زمن، الرحلة عبر زمن وكذا وكذا وكذا. لا رواية أنت لي تتكلم حول قصة حب منذ الطفولة بين أولاد العم، بين وليد ورغد. هذه طفلة يتيمة الأبوين. دونك جابوها لولاد العمو، جابوها لعمها باش يربيها باش تلقى ولد عمها هذا وليد تتعلق به. كي بدات تهدر، دونك جابوها بزاف صغيره، جابوها عامين على ما اظن. كي جابوها ما تقدرش تنطق بزاف حوايج بشكل صحيح. اشاك فوا يقول لها انا وسمني وليد، انت تقول له انت لي. ايفيكتيفمون طلعت قصه حب، حبها بزاف، كبرت معاه، كبروا كيف عانوا بزاف حوايج اللي تقدرش تتصورهم. وحبيت بزاف لا مانيير وين تديكري هذيك.
كل شيء بالتدقيق، كل شيء بالوصف الدقيق، كل شيء تهدر عليه، تخليك تاع صح تعيش المغامرات هذه قصة بزاف طويلة، عندها 1000 صفحة، 1000 و كلكو شوز، نسيت شحال العدد هادو. نورمالمون حتى هذه خرجت في 2016 و في 2017. انا قريتها في 2018 والله ما نشفى وقتاش صدرت. هادوما بزاف الحوايج اللي الحاجه بزاف اللي شدتني ليها، انه ما تخليكش تقول، ما قالتش اي وطن صارت هذه الحادثه، وما قالتش بزاف لي ديتاي تخلي القارئ تعطيك كلش اون ديتاي. وفات المنازل دونك البيت توصفوا لك بوصف دقيق. رغد وصفتها بوصف دقيق. وليد لا ميم شوز، سامر لا ميم شوز، شخصيه كاع كيف بصح تخلي القارئ هو اللي يدير الخيال تاعو باش يزيد يتمتع بالقراءة. على باليش اذا وصلت ليدي وش حبيت نقول. اذا حكيت على شخصيه اللي تعجبني في هذه الروايه، ما نقولش رغد، بصح نقول بتيتر سامر، اللي رغم اني بعيدا كل البعد عن اني نفهم مشاعر الشاب، بصح سامر نلقاه بلي انسان لقى روحو حب ولد وبنت عمو، تخطب ليها ومن بعد دخل ديريكتومون يلقى باش ما تحبوش وهكذا. شدتني بزاف الشخصيه تاعو، وبوكو بلوس الرزانه نتاعو وكيفاش شغل على فين كومون il était explosé à la fin de tout ça. هذه هي الحاجه اللي تاع صح اللي حبيتها في كل هذه. تاني حبيت نقول بلي الشخصيه اللي بكيت بزاف انا نقرا ونبكي، هي شخصيه فوالا، هي شخصيه تاع والد، باسكو عانى بزاف اشاك فوا نلحق الشابيتر وين هو يهدر، وين هو يديكري لا فاصون دون لا فيفي، وين عاش، كيفاش عاش، واش كاع الحب اللي هذاك يكون البنت عمو وهكذا نبكي، ما نقدرش سي بلو فو كو نبكي. دونك هادوما الاخوان عجبوني بزاف. عجبتني كيفاش الكاتبه استنبطت الشخصيه تاعهم، كيفاش دارت الوصف تاعهم، كيفاش حبيتها بزاف هذه الروايه واحده اخرى هي روايه في قلب انثى عبريه. هذه روايه في قلب انثى عبريه هي روايه تتكلم على المسيح، على اليهود، على المسلمين في تونس، في لبنان، في كل بقاع الأرض. تتكلم حول قصة حب بين يهودية ومسلم، ثم بعد ذلك يتحول ذلك المسلم إلى مسيحي، ولتتحول تلك اليهودية إلى مسلمة محضة، وهنا تنقلب كل الموازين. دونك تنقلب الموازين وتنقلب كل الأحداث وكل شخصية بزاف حبيتها. الشخصية اللي حبيتها في هذه الرواية تاع الشخصية اللي حبيتها في قلبي أنثى عبرية هي ريما. لو كان يقولوا لي تعيشي أحداث هذه الشخصية، نقولها أنا نكون شخصية تاع ريما. علاش؟ باسكو هي شخصية متمسكه بالدين تاعها، كيك سوا الدين تاعها، وما نقولش هكذا باسكو جو سوي مسلمان دونك جو في بالي، بصح كيك سوا نحب بزاف الانسان اللي يتمسك بالعقيده تاعو، بالعقيده نتاعو. نحب بزاف فيها اللي انها كومباتونت تضحي رغم صغر سنها قدرت تشد كاع المحن اللي جازوا عليها
بكل صدر رحب، كما يقولوا بكل صدر رحب تضحك. دونك تضحك وتضحك وتضحك. دونك حبيت بزاف هذه شخصيتها. دونك شخصية هذه رواية حبيتها بزاف باسكو هي قصة حقيقية. دونك تعلقت بزاف بها، ولا ميم شوز حتى في هذه بكيت شحال من مرة بكيت. رواية ما ربيش شحال وين لحقت فصون الرواية الأخرانية اللي هي وداع لعلاء الشيمي. وداع لو كان نحكي عليها نجيب سوايع. علاش؟ هذه نحكي لكم. جات صاحبتي تعرفني بلي نحب القرايه، نحب نقرا ونحب دونك بليزيور فوا نتبادلوا بيناتنا الكتب. قلت لي ليندا جبت لك واحد الكتاب بيهبل. قلت لها صح؟ قلت لي ايه. هي تحب ما نحبش لي موفيز فام، تعرفني ما نحبش كاع لي موفيز فام. انايا كي نقرا كتاب ما نحبش يكون نهايته خير سعيده هكذا، ما نحبش. جات ليا قالت لي ليندا جبت لك كتاب يهبل، هذا وين خرج؟ قلت لها قولي والله. قلت لها ديريكت لافين تاعو. قلت لي قريه تشوفي. صح. قلت لها واسمو؟ قلت لي واضح. مدت لي الكتاب هذاك، ديتو للدار، لحقت للدار ديريكتومون بديت نقرا فيه. نقرا حكمت فيه 4 جور دافيلي وانا نقرا فيه. نروح في الكورس نقرا فيه، نولي نقرا فيه، نقعد هكذا مع صحباتي نجبد نقرا حتى وين لحقت لافا. انا تشوكيت. قعدت كش انايا نتعلق بزاف بالكتاب، فهمتوني؟ كي نقرا كتاب نتعلق بزاف به، بالشخصيات نتاعو، نخمم فيهم كيفاش يوصلوا، كيفاش شغل نعيش الاحداث بكل جوارحي. دونك وداع هي قصه على لاجئه سوريه في مصر تعيش قصه حب، رغم انها كانت قد عاشت قصه حب، لتصل إلى مصر لتعيش قصة حب أخرى، لتعيش ظنا منها أن حبيبها القديم قد مات، ظنا منها أنه قد قتله الأعداء أو كذا. أحببت كثيرا الشخصية، أحببت كثيرا شخصيتها، أحببت كثيرا تعلقها بالوطن، أحببت كثيرا كل شيء فيها. هذه الرواية كتبها علاء الشيمي وهو مصري، صدرت على ما أظن في 2016 أو 2017. كاع هذوما اللي قريتهم بين 2017 حتى 2020. باسكو انا قبل 2017 كنت نقرا بزاف لي رومان بوليسي. بعد نزيد لا فيديو واحده اخرى نهضروا على لي رومان بوليسي كاع اللي قريتهم. دونك انايا في هذه لا دوك الروايه حبيتها. لا بروف ما نقدرش ميم با نيكسبريمي واش فيها. حبيت كاع اللي يحب القصص الرومانسيه تاع صح يقراها. هي قصة ولا أروع، هي قصة ولا أروع. تتكلم عن معاناة اللاجئين، عن نفسيتهم، خاصة نفسيتهم المتعبة. غيرت لي بزاف. هنا في الجزائر كي نشوفوا اللاجئين السوريين يؤسفني أن أقول أن كاين اللي يلعب الرول تاع هو لاجئ سوري وماشي كذلك. وكأنا نشوف وحده سورية بكري على باليش إذا يصح لاجئة ولا بس تلعب الرول. كاين بزاف
اللي يلعبوا الرول. كي قريت هذه كاينه وحده في لاكار تاع تيزي ويزو تقعد تماك، عندها 2 بنات. نحبها بزاف هذيك المرأة، على بالكم نحبها بزاف، وهي على بالي بلي تحبني. شكرا تشوفني تضحك لي في وجهي. دونك غيرت لي بزاف الموضوع تاع اللاجئ، كيكسو شو لاجئ، فلسطيني، ليبي، سوري، مالي، نيجيري، اي لاجئ نلقاه تاع صح يكون عندي هذاك الشعور. هذه الرواية تتكلم بشكل محض عن لاجئة سورية في مصر تعاني من بزاف مشاكل، تعاني بزاف من الحوايج اللي أثرت سلبيا على نفسيتها، باش تعيش قصة حب جديدة، باش تعطيها الأمل، وباش تمدلها شوية تاع القوة وهكذا. بصح لافا ما نقولهاش، نخليها صح هي عندها الموفيز فام، بصح باش قلتها خلاص مي ما نقولهاش واش فيها هذه لا موفيز فام. دونك نتمنى انه عجبتكم لا فيديو. هذو هما الروايات اللي قريتهم. فوالا، اذا عندكم اي اقتراح على اي كتاب ولا حبيتوا نهضروا عليه، ولا في لا فيديو الاخرى في لا فيديو واحده اخرى نزيد لكم على الروايات البوليسيه، افضل الروايات البوليسيه اللي قريتهم. اذا عجبتكم الفكره ديروا لي هضروا لي في لي كومونتير. نتمنى لكم اون بيل جورني، و فوالا، باي باي.